السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومع وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر واحد الكغاتان كيجي بنين وساهل وصحي. غادي نحضروه بمكونات جد بسيطة. إذا باش تعرفوا على هاد الوصفة هادي وعلى سير البنة ديالها تبعوا معايا لا فيديو حتى الآخر. أول حاجة غادي نحتاجو واحد الحبة من البروكولي. غادي نعزلو هادوك الأطراف ديالها وغادي نقطعوهم هكا مويان. من بعد كنغسلو البروكولي ديالنا بشكل جيد حتى كنتخلصو من دوك الأتربة اللي فيه، وعاد كنسلقوه في الماء وشوية ديال الملح. وبالنسبة للبروكولي ديالنا ما كنسلقوش بزاف حتى كيفقد اللون ديالو، لا كنسلقوه غير من 5 حتى ل8 ديال الدقائق راه كافية. وبالنسبة البكغاتان ديالي غادي نحتاج جبن موتزاريلا. ممكن تخدموا بأي نوع من الجبن عندكم، ولكن بجبن موتزاريلا كتجي الوصفة معلكة وكتجي بنينة بزاف. من بعد ما تسلق البروكولي ديالي راه كنصفيه وكنحطو جانبا. من بعد كندوزو نوجدو لاباغايا كيش، هي اللي غادي نديرو في هذا الكغاتان هذا كبديل لصلصة البيشاميل. هاد الخلطة كتجي بنينة بزاف. كنحتاجو ليها 4 ديال المكونات. عندنا 3 ديال البيضات، واحد العلبة ديال القشطة الطرية من فئة 200 مليلتر، والملح فقط، وجبن موتزاريلا. إذا هذه هي أهم المكونات. كنخلطوا هاد المكونات بشكل جيد. إذا بالنسبة لهاد الخلطة قلنا من بعد ما كنخلطوا المكونات بشكل جيد راه كنضيفوهم على الكغاتان ديالنا. صدقوني بالنسبة لهاد الوصفة راه بنينة الصراحة، بنينة بزاف وكتعطي واحد التهليكة زوينة للكغاتان ديالكم. ممكن نزيدوها على أي كغاتان كبديل لصلصة البيشاميل كما سبق ليا وقلت لكم. إذا راه كتشوفوا الخليط ديالي خاطر وزوين. دابا كناخدو الإناء اللي غادي يدخل الفرن، إناء يكون متوسط هكا، ماشي إناء كبير، على حسب الكمية ديال الخضر اللي عندكم ديال البروكولي. كنستف فيه هادوك الوريدات ديال البروكولي بشكل جيد. اذا كنحاول نقد الوجه ديال الكغاتان ديالي. ومن بعد راه كنغطي الوجه ديال الخضر بشكل جيد بالخليط اللي حضرت، وكنزيد الفرماج عند الحاجه الا كان خاصنا كنزيدوه. ومن بعد راه ندخلو الكغاتان ديالنا للفرن اللي ديجا مسخن على درجة الحرارة 220 تقريبا، وكنصبرو وكنتسناو كنراقبو الكغاتان ديالنا حتى ياخد هذا اللون الذهبي الزوين و, و... هذا المعلك. اذا كما كتشوفوا غير جربوا هاد الوصفه ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. ساهله ماهله.